تفضلي يا فاطمة. أنت هسه جاي تحرف القرآن. لا والله انا أنت قرأت عليك آية من القرآن اللي شايفاني نعمة الله الجزائرية يا بت. نعمة الله الجزائري اللي بيقول لك بتواتر القول بتحريف القرآن. شايفاني محمد بكر المجلسي اللي بيقول لك بوجود أكثر من 2000 رواية تقول بتحريف القرآن. الآية بتقول كل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ياخذ عقابه. وبعدين أنت سني ماخذ قدوة إلك هذول الزباين عمر. لا الزباين ممكن اللي ربوك. اي شكلك طالعه من الفندق يا فاطمه الان، ما تسميش نفسك فاطمه بقى. شكلك طالعه من الفندق الان فرحانه. خدت كام يا بت؟ خدت كام المعمم يا بت؟ قولي يا بت، قولي يا بت، اداكي كام المعمم؟ انت اهم حاجه عندك الفلوس. ومن تمتع مره كان بمنزله الحسين، ومن تمتع مرتين كان بمنزله الحسن. ما تردي عليا يا مشركه يا واطيه. رد عليا. الايه بتقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا فكيف تطلبين من الحسين. وده كيف النبي. منك باحترام نفسك؟